اللي خفنا منه صار. للأسف الزلزولي مصاب ولن يشارك في كأس العالم. يا سوء حظ المغرب، قبل بداية كأس العالم ب3 أيام واحد من أهم اللاعبين اللي عندها يصاب. لا لا لا، اجا مع بعضنا نشوفوا كيف أصيب الزلزولي وشنية الإصابة اللي عنده، قد ايه متوقع مدة الغياب. قبل كل شيء اعمل متابعة ولايك ويلا نبداو. اللقطة هذه من المباراة الودية مع النرويج هي سبب إصابة عبد الصمد الزلزولي. كما تشوفوا لهنا لعيبة النرويج يلعبوا بعنف كبير، قاموا دفعوا لاعب المغرب اللي ما نعرفش اسمه على الزلزولي، بعدها الزلزولي سقط على أرضية الملعب، وكما تشوفوا لهنا ظاهر يعاني من ألم على مستوى الركبة. واليوم صحيفة فوت ميركاتو تؤكد للأسف أن الفحوصات الأولية تشير لتعرض اللاعب إلى التواء في الرباط الداخلي للركبة، أي سيغيب عن فترة 3 أو 4 أسابيع ولن يشارك في كأس العالم للأسف. والله يخبر محسن، والله يسوء حظ المغرب، والله العظيم. المغرب اللي كان من بين المرشحين للفوز بكأس العالم، منتخب عربي صار اليوم من بين المنتخبات الكبيرة صنف أول. البارح في ماتش اميكال مع النرويج يخسر لاعب كبير كما الزلزولي. والله العظيم بقى فيا الحال. الناس تعرف قد نحب المغرب ومعزة الشعب المغربي. كاس العالم من غير الزلزولي، البرازيل باش يلعب لها من غير الزلزولي. انا اش نمشي نقول لكم؟ ان شاء الله خير، فهمت؟ ان شاء الله خير، ان شاء الله خير، ان شاء الله نشوفوا لاعب اخر مكان الزلزولي يتألق في كاس العالم. وتو في التعليقات كتبوا لنا شكون اللاعب القادر على تعويض عبد الصمد الزلزولي في كاس العالم. السلام عليكم.